السلام عليكم، ازيكم؟ دخلنا شي مصري. اليوم عندي لكم قصة من أعماق البحار. كاين واحد الناس اللي حصلوا في عمق البحر لأيام. القصة بدات في خليج غينيا مع واحد طباخ سميتو هاريسون، خدام في واحد الباطو من دوك الباطوات اللي كيجروا الباطوات الاخرين اللي طايحين اوبا. خدام اليز كلشي مزيان، وداك الباطو اللي خدام فيه التيم اللي كاينه فيها حوالي 12 واحد تقريبا. كان واحد البلان وقع وكان خاص يدخلوا البحر باش يعاونوا واحد الباطو اللي تحاصر بالعاصفه. هو ماشي غير باطو واحد، هما جوج باطوات اخرين حتى هما كيديروا نفس الخدمه، وداك الباطوات كانوا بعيدين بحوالي 32 كيلومتر على الشاطئ ديال نيجيريا، والخدمه ديالهم كينقلوا النفط عبر البحر. دوك اللي كيهزوا السيتيرنات، ياك اش كيقولوا مطارق سيتيرنات، دوك اللي كيهزوا سيتيرنات ديال النفط كينقلوهم عبر البحر. دخلوا خوتنا باش يقضيو لافير ويعتقوا داك الباطوات، وهما كيحاولوا. بدا كيطيح الليل والعاصفه بدات كتجهد. وصل الليل تيم سدات على الباطوات حيت داك اللاين اللي كاينين فيها هما ديما كيكونوا فيها لي بيغات، كيخافوا يدخل عليهم شي واحد، داكشي علاش كيسدوا عليهم. كما قلنا سدوا عليهم ونعسوا صافي باخي الحياه مزيانه، ما كاينش مشكل، البحر هايج، موالفه كتوقع، ماشي شي حاجه جديده. ولكن ما عارفينش باللي هنا غتبدا قصه ديال المعاناه ديالهم. مع ديك الخمسة ديال الصباح صاحبنا هاريسون بغى ينوض للطواليت، مشى بداك الشيء اللي كان ناعس بيزي، فهمتي، عادي كان ناعس غيدخل الطواليت. دخل سد عليه وهو لداخل بدا كيحس بالبرد كيصفر، والعاصفه غادا وكتكبر عليهم. صاحبنا بدات كتلوحو داك العاصفه من حيط لحيط، والباطو ما بقاش ستابل، والمواج كيضربوا بطريقه خايبه. حل الباب ولقى الباطو دخل ليه الماء، وصحابو كيجريو باغيين يخرجوا من واحد منفذ الاغاثه، وحتى هو باغي يخرج معاهم. حتى ضربات واحد الموجه فرتكات الشمل كامل، وضرباته هو دخلاتو لداك الطواليت اللي كان فيها، وجات موجه خرجاتو ودخلاتو لطواليت اخرى وطردق الباب وتسد عليه، والباطو تقلب. وخونا هاريسون حس به بالضربه ديال القاع اللي تضرب معاه الباطو. هنا وصل الباطو للقاع وبدا واحد الثقيل ما كيسمع لا صحابو، وتقطع الضو في الباطو وكل شيء تقلب، والمستوى ديال الماء في الباطو غادي وكيطلع. وتما هاريسون بدا كيقول ليه راسو هذه هي الاخره ليك، والماء غيوصل للسقف وما غتبقاش تلقى فين تنفس وغتغرق. داكشي اللي طرا، والماء بدا طالع 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 حتى وقف في واحد الجهد، وبقى واحد شويه ديال الفراغ اللي يقدر يتنفس فيه هاريسون. في داك اللحظه تعلق في واحد لافابو تما وبقى كيتنفس شي شويه، حيت مع الوقت داك الاكسجين اللي كاين غيسالي. فرق الانقاذ جاو ورا الفجر بشويه، جاو شافوا البلاصه اللي غرق فيها الباطو ولاحوا فيها بحال دوك الكواري الصفرين اللي كيكونوا في البحر اللي كتشوفوهم، باش يعرفوا ولا يعلموا ديك البلاصه باش يبقاو عاقلين عليها. هنا بالزربه هبطوا الغطاسه، نزلوا شويه ويبان لهم باللي الباطو بعيد وصعيب ينزلوا ليه بدوك المعدات اللي عنده، ورجعوا وقالوا كما غيقول اي واحد فينا انه مادام هذا البعد الا والماء ملأ الباطو بكامل محيطه وكل شيء غيكون غرق ومات. وفي ذاك الوقت خونا هاريسون باقي معلق، والامل ديالو بدا كيمشي باللي غادي يعتقوا شي واحد، وكان ما لابسش مزيان والبرد والماء بارد حيت ما حدك كتغرق وما حد الماء كيبرد. بقى هاريسون هكاك لما يقارب 24 ساعه، الماء بارد والنفس كيقل ويدو عيات وهي شاداه باش ما يهبطش ويغرق. كيفاش بعدا الباطو غرق وبقى الاكسجين؟ هذا هو السؤال اللي جا في بالك ياك. ولكن الناس ديال الفيزيك غيعرفوا هذه النظريه، ولا غير انت شد كاس وقلبو خشيه في شي بانيو ديال الماء، غيبان لك باللي دخل شويه د الماء، ولكن واحد الجزء الفوق كيبقى فيه الاكسجين. بحال هكاك تماما طرا الباطو، بقى داك الجزء ديال الهواء هو اللي معلق فيه هاريسون. ومن بعد هذه المده كامله خونا بدا كيعيا وكيتخنق، وقال ميت نغامر نقلب على شي بلاصه اخرى فين نجلس مزيان وباقي فيها الاكسجين. وقرر وسط داك الظلمه يتحول، غطس لقى باللي الباب مفيكسي، طلع بدا كيضرب فيه حتى تحل. خرج وغطس في الظلمه. كان حافظ الباطو حيت خدام فيه من شحال هادي، ولكن كان مقلوب، هادشي اللي صعب شويه المأمورين. خونا هاريسون غادي كيقلب والنفس بدا كيسالي وباقي ما لقى والو، والجسد قريب ياخذ داك الشهيق اللي مني كيتحبس فيك النفس ويدخل ليه الماء ويموت. وفي اخر لحظات هو كيقلب طلع ولقى واحد البلاصه بحال فين كان، غير هي فيها اسباس كثر واكسجين كثر. الفرحان ساتو في داك الشيء اللي فيه حيت كان بدا كيأس وكيشوف الموت، ولكن دغيا رجع معاه الحسره انه داز الوقت ومازال ما لقاوه، يعني ما غيتعتقش وغيدوز الوقت تما. هنا ربي مازال بغاه يبقى حي لشي حاجه في ديك الوقت كان عارفها غير ربي. وفي داك اللحظه هاريسون كان قاتلو البرد حيت ما لابس لا تريكو لا سروال، جالس غير بكالسو، والجسد ديالو كيمص في داك البرد اللي كان. وبقى خونا كيقلب تلقى واحد طورنوفيس قلع بيه شي بلاكات تما وحطهم باش شويه يطلع عليهم باش ما يبقاش في داك الماء بارد. وفي داك البلاصه عنده الزهر، كانت عاليه داك البلاصه اللي كان فيها بشي مترو ولا مترو ونص، يعني كان اسباس كثر ديال الهواء اللي عنده فين يتنفسوا.
حط دوك البلانشات وطلع فوق منهم، ولا جزء كامل ديالو تقريبا خارج من الماء. المهم احسن من داك البلاصه اللي كان فيها. وفي وسط هاد الظلمه وحيت هاريسون مسلم بدا كيدعي الله وكيفكر في ولادو وعائلته، وبدا كيحط وعود وكيقول باللي الا خرجت من هنا حي غادي تكون اخر مره ليا غنرجع لعالم البحاره ولا نركب في شي باطو. وهو حاصل لتحت الفوق بداو كيوجدوا فرق الانقاذ معدات كبيره، وزادوا من فرق البحث وجابوا اليات متقدمه اكثر باش يقدروا ينزلوا ويجبدوا الجثث من الباطو، حيت هما تاكدوا باللي صافي ما غيكونش شاط شي واحد. دونك الوقت كان طويل باش يبقى شي واحد حي تحت الماء وفي عمق البحر. استعدوا 6 ديال الغطاسه في مهمه صعيبه بزاف، يجبدوا الجثث ديال 12 واحد من عمق ديال اكثر من 100 متر ديال الغرق وسط البحر والظلمه والباطو مقلوب. وبقى فريق اخر في الفوق كيقيدي في الغطاسه بكاميرات اللي فوق راسهم وكيعطيهم التعليمات ويوجهوهم ويوريهم كيفاش يديروا. وبطبيعه الحال غيتواصلوا معاهم بالتكنولوجيا اللي هي عاليه الدقه. ملي هبط فريق الغوص لقى باللي الباطو مسدود من الداخل، حيت كانوا سدوا عليهم بالليل، وهذا الشيء اللي صعب من المهمه شويه. وبقاو شي ساعه وهما كيضربوا غير في داك الباب حتى تفرع. ملي دخلوا لقاو الظلام والماء موسخ، ما كيبان والو، مد يدك تقطع. وزيد عليها باللي الباطو ما كيعرفوش ومقلوب. هما غاديين كيسرحوا في داك الباطو، وكل واحد كيلقى جثه في بلاصه، واللي لقاها تيحطوهم في واحد اللعيبه اللي كتطلعهم بالزربه لعند المختصين اللي الفوق. وهما غاديين وسط الظلمه تيقلبوا على جثث اخرين. واحد من الغطاسه اللي كان سابقهم خرجت ليه يد وشداتو ديك الساعه. الغطاس مات بالخلعه. تخيل معايا انت هابط 100 متر وتحت الماء يومين باش غارق داك البحر، وهابط غير تطلع الجثث، ما على بالكش باللي غادي يكون شي واحد حي حتى تخرج لك يد تشدك وما كيبان لك والو. والبلان الزوين هو الفيديو كان تشد في هذه اللقطه وموثق، واللي غتشوفوه في الاخر ديال هذه القصه. اللي وقع هو هاريسون بقى كيتسنى تما، وواحد الوقت سمع الصداع فاش كانوا كيفرعوا في الباب، وبقى على القرص باش الا بان ليه شي واحد يتلاح عنده باش يعتق. شويه بان ليه داك الغطاس هو ماشي الغطاس اللي بان ليه غير داك الطورش داز من حداه دغيا. تما تلاحوا تبعوا، والرجعه ديال داك الغطاس حيت كان غادي ملي كان راجع شقمو خونا هاريسون وشدو من يديه. وهذا هو الفيديو ديال ديك اللحظه، الفيديو اللي الصراحه انا شفتو خلع لي، بقى غير الغطاس اللي كان تما. شوفوا What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell. I don't know what to do. All right. Just keep him there. Keep him calm, okay? All right. Just reassure him. Pat him on the shoulder. Okay. من بعد ما شدوا في يدو وتخلع الغطاس، هذوك اللي الفوق قالوا ليه غير تكالما، راه غير واحد باقي حي تما برد الغطاس، وقالوا ليه يكالمي معاه داك الناجي اللي هو هاريسون. داكشي اللي دار الغطاس كالماه وعطاه يتنفس هو شويه ديال الاكسجين، وهضروا معاه وحاولوا ينفسوا عليه من داك الحاله النفسيه اللي عاشها هذا الوقت، وكبوا عليه الماء سخون باش يدور فيه الدم من البرد اللي كان فيه. وهاريسون طلع حربي، واخا هاد المده كامله اللي دوز والنفسيه ديالو ربي ثبتو وبقى مكالمي معاهم وكيتبعهم في داكشي اللي كيقولوا ليه يدير. وملي بغاو يخرجوه بداو كيتسناو التعليمات من الفوق باش يعرفوا شنو الطريقه اللي غيعتقوا بها هاريسون. المشكل اللي كان عندهم هو الانسان فاش كيكون في واحد الغرق عميق وما يمكنش تشدو وتطلعوا في داك اللعيبه بالزربه، حيت كيكونوا واحد الكرات هوائيه في الدم ديالو، والا طلعتيه بالزربه يقدوا يطرطقوا ويقتلوه ولا يسكتوا ليه القلب. والطريقه كانت هي يجيبوا واحد اللعيبه بحال الغواصه، هي الكابسول اللي كتهبط ويطلع فيها، وهي كتطلع بشويه باش دات تولف على داك الصعود من اعماق البحر. داكشي اللي طرا عطاو لهاريسون الاكسجين وبقى تابعهم ما مخلوع ما والو، وخرجوه من الباطو وطلعوه في داك البياسه اللي هبطوا، وبقى طالعه بيه بشويه 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 لمده ساعات وهو طالع حتى وصل لفوق وخرج وغطاوه وعطاوه الحوايج وعطاوه حتى ما ياكل. 3 ايام ما واكلوا والو. هاريسون اخيرا شاف السما وخرج من داك الكابوس المرعب اللي كان فيه، ومشى للسبيطار جلس تما واحد المده باش يشخصوا الحاله ديالو. وكما قلنا هاريسون حلف على الباطو وما يجي منه. وفرق الانقاذ من غير انهم نقدوا هاريسون جبدوا 10 ديال الجثث ووحده ما لقاوهاش، ودوك ال10 عطاوهم العائلات ديالهم
باش يدير لهم مراسم ديال الدفن. من وراء هذا الشيء هاريسون وقعوا ليه بلانات خايبين، منهم انه تصدم ولا كيفيق بالليل مخنوق وكيحلم راسو كيغرق، حيت النفسيه ديالو مرضات بداك السيتوياسيون اللي كان فيها. داكشي علاش الخوت تكايسوا على صحتكم النفسيه، راه تقدر دير لكم مشاكل كبار. وبدا كيسول راسو علاش انا بوحدي اللي تعتقت وسط 11 واحد ودخل في ديبرسيون. المهم هو هاريسون بقى حي، هذا هو المهم. وحنا سالت القصه ديالنا هنا، وخلي معك واحد سبسكرايب وخلي لايك وشي تعليق شجعنا به باش نجيبوا لكم حلقات اخرين. نشوفوا في قصه اخرى ومع ملف اخر، وردوا بالكم لصحتكم. تهلا.